السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ معاكم وفاء مصطفى. هعمل معاكم النهارده البيتزا بعجينه طريه وهشه وجبنه مطاطيه زي ما انتم شايفينها كده. هنوفر النهارده اكتر من 500 جنيه. الولاد كانوا عايزين يطلبوا بيتزا بقى من بره، لقيت السعر هيبقى غالي جدا فعملتها في البيت واحلى واجمل من بره. مش ناقصها اي حاجه خالص عن البيتزا الجاهزه. شايفين الجبنه ازاي بتمط يا جماعه؟ اقول لكم على نوع الجبنه والدقيق وازاي تعملوها وتطلع احلى من بره كمان. على بركة الله بقى تعالوا نبدأ ونشوف هنعمل ايه. انا جبت في الاول خالص كيلو من الدقيق زي ما انتم شايفين يا جماعة. ده كيلو من الدقيق، نصه دقيق مخبوزات ونصه دقيق عادي. احلى يعني عجينة بيتزا بتتعمل بدقيق خليط ما بين المخبوزات والدقيق العادي او دقيق جميع الاغراض المتوفر عندك اشتغلي بيه. حطيت عليه معلقة صغيرة من الملح، واحط عليهم دلوقتي يا جماعة الخميرة. هحط عليهم معلقتين كبار، يعني معلقتين صغيرين مليانين على الاخر من الخميرة الفورية، او معلقة كبيرة مليانة حطي كيس الخميرة كله. هقلب بقى كده مع بعض. حطيت كمان معلقة صغيرة من الثوم البودر ومعلقة صغيرة من البصل البودر وثلاث معالق من الزيت. وهحط المية دلوقتي 3 كوبايات الا ربع من المية يا جماعة. بصوا كوبايتين وهنا نص، وهرجع اضيف ربع كوباية تاني. كيلو دقيق بياخد 3 كوبايات الا ربع من المية عشان يتعجن عجينة مظبوطة تنفع على حاجات كتير جدا. عندك عجان هتعجني، ما عندكيش عجان بايدك كده يا ست الكل وادخلي كده عجني بايدك كده. ولما نزلت بقى بايدي لقيتها محتاجه بقى شويه الميه التانيين اللي هي ربع كوبايه فحطيتها. هكمل بقى عجن، مش هطول عليك ولغايه ما العجينه تنعم معايا وتبقى مظبوطه جدا. انا كده كل اللي خدته من الميه كوبايه، 3 كوبايات الا ربع يا جماعه من الميه، وممكن معلقتين كمان. المهم انا عايزه العجينه تبقى كده طريه وناعمه ومظبوطه كده. حطيتها بكيس وبعدين بفوطه وسبتها تخمر نص ساعه. البيتزا مش مطلوب انها تخمر ازيد من اللازم، يعني نص ساعه كفايه جدا. بعد كده جبت العجينه وهقطعها دلوقتي. بصوا انا بوريها لكم. 6 قطع كبار. هنعمل النهارده يا جماعه 6 بيتزات كبار بكيلو دقيق. يعني كيلو دقيق يعملك 6 بيتزات كبار خالص، مع بقى كل المكونات اللي احنا هنعملها، وكده هنوفر اكتر من 500 جنيه. لان البيتزا الواحده يا جماعه دلوقتي يعني انواع البيتزا كتير طبعا، لكن البيتزا من 150 ل 200 وشويه عشان تجيبي بيتزا بالحجم ده. وزي ما انتم شايفين هكمل تقطيعهم، والكيلو دي هيعمل لك 6 بيتزات كبار وخلاص تمام كده. العجينة خلصت معايا. وبعد ما بنقطعهم بنكون رشين تحتهم دقيق، وبعدين هنغطيهم بقى عشان خاطر يعني بالكيس الاول وبعدين بالفوطة، عشان لما نيجي نفرد فيهم يتفردوا معانا بسهولة. هنسيبهم قد ايه؟ ربع ساعة مثلا. هتكون العجينة خمرت تاني وارتاحت تمام. تعالوا بقى نشوف هنفردهم ازاي. انا هسيب العجينه متغطيه. هاخد بس اللي انا هشتغل فيها اهو رشه دقيق على الرخامه، وهفرد بايدي كده. اي عجينه خمرانه يا جماعه لما تيجوا تفردوها هتلاقوها ما بتفردش معاكم حلو. هتروحوا بعد ما تكونوا فردتوها على دقيق تحطوا شويه زيت كده، وهو ده السر اللي هيخليها تفرد معاكم بسرعه. يعني دقيق وبعدين زيت مش العكس. الزيت في الاول هيخليها تلم، لكن لما نحط دي في الاول وبعدين زيت هتفرد معانا بسهوله جدا. تقدري بقى دلوقتي تفرديها بنشابه، تقدري تفرديها بايدك براحتك خالص. هي كده كده هتتفرد معاكي بسهوله جدا. بصوا هظبطها بقى واظبط اطرافها. انا هحطها في صاج، بس انا حبيت افردها لكم على الرخامه عشان تشوفوا يعني الحجم بتاعها قد ايه. اكبر يعني بتزايه اللي هو الحجم الجامبو يا جماعه. هجيب بقى صاج بقى من الألمونيوم، أي صاج عندك هتسوي فيه. النهاردة عشان أنا عاملة 6 بيتزات فجبت بقى صاجان يعني كلها اللي عندي عشان أحط فيها. وبصوا بعد ما حطيتها في الصاج اهو يعني سويتها، وده صاج خد بيتزتين كبار اهو زي ما انتم شايفين. وفردت كل البيتزا بتاعتي في كل الصاجان. الصلصة بقى بتاعتي انا بعمل صلصة جاهزة، بحط عليها توم باودر وبصل باودر وشوية فلفل اسمر، شوية سكر وشوية مية وبس كده. بخلطهم كويس قوي، بتبقى احلى صلصة بيتزا في الدنيا، ولا تعب ولا اي حاجة. فردت الصلصة بقى عليها اهو. ودلوقتي ده زيتون. الزيتون ده بيبقى عندي في البيت، انا بعمله طبعا انتوا عارفين احلى زيتون بنعمله على القناة عندنا. فتحت عليه وطلعته وقطعته. ده فلفل بتقطع يعني زي ما انتوا شايفين البيتزا بتحط عليها فلفل. حابة تحطي عليها طماطم خفيف حطي، ده فلفل احمر يا جماعة مش طماطم.
النهارده مش هحط عليها طماطم، وهعملها النهارده بالرومي المدخن. وده طعمه حلو جدا يا جماعة في البيتزا، ويعني كمان سعره كويس. يعني الطبق ده انا جايباه مثلا ب50 او ب60 جنيه. هيعمل كل البيتزات، الست بيتزات يا جماعة، وكمان كتير اهو. بصوا فايض معايا، هيعمل البيتزات كلها. اما بقى بالنسبة للجبنة الموتزاريلا يا جماعة، انا جبت النهاردة جبنة موتزاريلا سبيشيال، جربتها قبل كده وكانت خطيرة جدا، فعلى طول رحت مكررة الموضوع وعملت بقى كمية بيتزا اكتر. والكيس هيعمل لك 3 بيتزات كبار كده. يعني بصوا الكيس تمنه كام؟ تمنه 80 جنيه. هيعمل لك 3 بيتزات كبار مع بقى بقية المكونات. شوفي بقى هتوفري قد ايه لما نعمل 6 بيتزات كبار. يعني كمية حلوة جدا، لو عاملة عزومة على بيتزا هيبقى الموضوع معاكي حلو جدا. بصوا انا بحط فوق دلوقتي فلفل يعني احمر اهو. ممكن تحطي اي فلفل اصفر، فلفل اخضر، يعني لزدينة بس كده على الوش. ودي اخر بيتزاية معايا برضو احط عليها الصلصة. بس دي بقى هتتحط عليها جبنة رومي، لان ابني كان طالب عليها جبنة رومي بعد الموتزاريلا يعني. وحطيت الفلفل والزيتون والرومي المدخن، كله عملته يا جماعة بنفس الرومي المدخن وفايض معايا اهو، مع رشة الجبنة الرومي، وبعدين بعد كده الموتزاريلا. وكده خلاص البيتزا تمام وخلصت وزي الفل. خلاص كده هنكمل بقى كل البيتزا بتاعتنا بنفس الرصة دي، وبعدين هنسيبهم يخمروا مثلا ربع ساعة او نص ساعة، وندخلهم فرن سخن ونطلعهم بالشكل الجميل ده يا جماعة. بصوا عملنا النهاردة مهرجان بيتزا، وفرنا اكتر من 500 جنيه، وعملناهم في البيت مش ناقصهم اي حاجة عن البيتزا الجاهزة اللي بتتجاب من بره. شايفين يا جماعة البيتزا قد ايه طرية جميلة، الجبنة سايحة فوقيها. عايزة اقول لكم يعني مش ناقصة اي حاجة عن البيتزا اللي بتتجاب من بره فعلا، بل احلى كمان. واحلى بقى حاجة للبيتزا لما تتاكل وهي لسه طالعة من الفرن كده. فانا هقطع لكم من البيتزا اللي لسه طالعة من الفرن دي بالقطاعة او بالسكينة اي حاجة، عشان تشوفوا قد ايه المطة بتاعتها وقد ايه البيتزا طرية. بصوا يا جماعة، لا لا كده كتير قوي. بصوا الجمال، حلو قوي جدا جدا. المطة بتاعت الجبنة طعمها حلو قوي، والبيتزا معمولة بطريقة تحفة بجد. اعملوها بنفس الطريقة، وفروا وتشتروها من بره ابدا. بصوا الجمال، حاجة كده خطيرة بجد. اهو بصوا يا جماعة المطة يعني غير منتهية، تسوية من تحت اهي، لون فاتح. وبصوا الجبنة طعمها حلو بجد، طعمها عامل زي الزبدة النيوزيلندي كده لأنها طبيعية. والرومي المدخن تحفة مع الجبنة، خطيرة بجد. اعملوها بنفس المكونات دي وهتدعولي بجد، ولادكم هيحبوها بجد، وهتوفروا كتير كتير حقيقي. انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي، كان هدفي الإفادة. يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم بقى الفيديو يا جماعة حطوا بقى لايك حلو للفيديو. شكرا لكم.